خليكم تعملوا احلى كحك بكل سهوله في البيت. كحك العيد يا جماعه بكل سهوله، زي ما انتم شايفين كده التفاصيل والجمال والحلاوه. زي ما انتم شايفين كده، هتشوفي قلب الكحكايه تحفه. هو ده الكلام، هو ده الكلام. شوفي الحشو الكحكايه، ملبن مع القرفه مع المكسرات في حته تانية. شايفه التفاصيل؟ هو ده الكلام يا جماعه، ده الكلام. تابع الفيديو للاخر عشان تعرفي طريقه الكحك بكل سهوله في البيت. 250 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه، وعندنا 250 جرام سمنه. طبعا بنضرب الكلام ده كده كله مع بعضه لمده 3 دقائق، بنوصل لقوام كريمي. بعدين كده بننزل باربع معالق من السكر البودر، بيضربهم برضو كده معاهم، بياخدوا دقيقتين معاهم لحد القوام ما يزيد يكون كريمي اكتر. وعندنا ربع كوب من السمسم اللي هو 50 جرام من السمسم، بننزل بيهم برضو عشان نعمل احلى عجينة كحك مع بعض كده. تابعوا الفيديو الاخر هتعرفوا طريقة الكحك، وحاجة تحفة بصراحة. عندي هنا كيلو من الدقيق، بننزل بيه على المكونات دي او العجينة الهشة دي، ونص معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بنضرب المكونات دي كده لحد ما يفلفلوا مع بعض، يبقوا عاملين زي كسكسي كده مفرفرين. عندنا كوب وربع من الحليب. دي مكونات الكحك يا جماعه، وعجينه الكحك بكل سهوله في البيت هتقدروا تعملوها. بنبدا بقى نعجن العجنه دي مع بعض، بس ما نعجنهاش جامد عشان ما يبقاش فيها عرق، عشان عايزينها تبقى مفرفره شويه كده، تحس ان هي مش ما فيهاش عرق خالص. لو بقت فيها عرق هتتعبنا. طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا عندي ريحه الموز، بحط ازازه من ريحه الموز، ازازه صغيره دي كده بتخليها في حته تانية صراحه، بتخليها تحفه. نديها لفه كده صغيره. خلاص كده العجينه جاهزه معانا. بنجيب كيس ونغطي العجينه بتاعتنا دي كده، وندخلها التلاجة لمده نص ساعه عشان تطلع معانا عجينه متماسكه كده. طبعا عندنا هنا حشوه التمر او حشوه العجوه، انا شاريها جاهزه دي يا جماعه. ودي حشوه الملبن بالمكسرات مع القرفه في حته تانية. طبعا بنضربهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين، والمكسرات اللي هو السوداني ده فريمهم كده على الناعم، وبنضربهم كده وبنكورهم زي ما انتم شايفين كده، كور على قد الكحكايه بتاعتنا. طبعا عندنا صاج، وعندنا فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. طبعا بنجيب عجينة الكحك اللي هي قد حجم الليمونة كده يا جماعة، ونكورها تكويرة صغيرة، ونعمل فيها فتحة من النص كده، ونحط فيها بقى الملبن بتاعنا، أو حشوة العجمية دي أنا مسميها حشوة عجمية، أو حشوة العجوة يا جماعة، أو التمر. بصراحة تحفة، هتعملوا كحك بكل سهولة في البيت. عندكم بصامة بقى تقدروا تبصموا بيها. أنا طبعا ما كانش عندي بصامة، بصمت بالشوكة، بظهر الشوكة وبسن الشوكة الاتنين مع بعض. زي ما انتم شايفين كده العجينة بتاعتنا جاهزة كده، هتخش الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. يلا بينا نشوف الكحكاية كده. تزيد شوية تطلع شوية زي ما انتم شايفين. كحك تحفة. عاوز اوريكم بس الكحكاية. شفت كده الكحكاية الكحكاية بالبلبن معمول بطريقة ايه تحفة، زي ما انتم شايفين كده. بص شايفين الكلام؟ شايفين الكلام يا جماعة؟ هو ده الكحك اللي هتعملوه في البيت بكل سهولة. نقدر نحط عليه سكر بودر. هو ده الكلام. بص كده حاطين مع الملبن مكسرات وقرفة، خليها في حتة تاسعة. يلا بينا ندوق كده، بسم الله. مم. شايفين التفاصيل يا جماعة؟ تحفة بصراحة. كحك العجوة، او كحك التمر ده، او كحك الملبن ده تحفة. تابعوني بقى، ولايك وشير.